أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن نحن بهذا الدين وبعظمة هذا الدين الذي ملأ الدنيا كلها، هذا الدين الذي استفاد منه غير المسلمين ولا زالوا يستفيدون منه، هذا الدين الذي جاء ورسالته تظل مستمرة إلى أن نلقى الله. لذلك نحن نقول أن هذا الدين ما أتاحه بين الناس من القربة ما أتاحتها الجهوية ولا القبلية ولا الجنس، لأن هذا الإسلام رباط قوي ورباط بالله، والرباط بالله لا تحده حدود ولا تميزه أثنيات ولا قبليات ولا جهويات، ولكنه رباط يربط بين الناس ويجعل مثل هذا الجمع الذي جاء من مكان بعيد قاصدين وجه الله لا يريدون في هذا فضلا ولا كرما ولا يريدون شيئا يعود به إلا هذه المحبة وإلا هذا الذي نراه من الخير والود بين الناس. أقول أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والذي قرر مبدأ المواطنة باعتباره هو الأساس بين الناس. لذلك حينما ذهب الصحابة إلى الحبشة مارسوا حياتهم كمواطنين، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعطينا في كل مرة معنى الإيمان، معنى الأمن ومعنى الإيمان ومعنى المواطنة ومعنى الدولة، لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما أجبر الناس على أن يدخلوا إلى الإسلام، ولكن الذين كانوا في مدينة طالبوهم بأن يكونوا تحت حماية هذا الإسلام لأنهم يحميهم بأديانهم. ومن ذلك حمل الإسلام كل طائفة من الطوائف أن تحافظ على دينها وأن تحافظ على معتقداتها، ولكنها تحفظ لهم الأمان وتحميهم وتعطيهم ما يجعلهم مستقرين آمنين في دولة الإسلام. هذا هو الإسلام وعظمة الإسلام ومعاني الإسلام. والحديث والأمر يطول، ولكنني أود أن أقول بأن هذا الإسلام حمل رايات رجال أنداحوا في هذه الأرض بلا حدود. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أولى الناس بأن يحملوا رسالته، هم عذركم، هم أهل. ونحن في السودان يسعدنا أن يكون الذين جاءوا من الجزيرة العربية كلها من عطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهذا السودان يكون بهذا إلا بهذا الخير الذي أتانا من عطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ونحن نحمل هذه الراية، وأقول نحن لسنا منفصلين عنكم، لأنكم أنتم ذات هذا وأنتم أصلح، وأنتم لا ترون القائم إذن، ولا يشعر الإنسان بأنه موجود إلا وسطكم، لأنكم أنتم الذين حملتم الراية، وأنتم الذين كابدتم، وأنتم الذين حرصتم في أن يكون لهذا الطريق هذه المنارات السابقة. لا تعتقدوا بأن أبناء سيد الشيخ أحمد الطيب خير منهم، وهم بينكم يريدون أن يروا الخير وأن يروا السعادة وأن يروا كل مكرمة بينكم. وما كان الذي ترونه أن ينداح أبناء سيد الشيخ أحمد الطيب، سيد الشيخ البشير وسيد الشيخ الطيب وسيد الشيخ الصديق، وأتوا إلى هذه الديار وجلسوا بينكم وعاشوا بينكم ما لقصد إلا أنهم جاءوا وهم أهل دعوة، جاءوا ليحملون الخير، جاءوا ليعلمون الناس، جاءوا لهذه السجايا الطيبة التي تجمع مثل هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان. لذلك نحن نقول بأن هذه الراية منذ أن أنداحت في كل أنحاء السودان حملها أبناء سيد الشيخ أحمد الطيب من رحمه، وحملها أبناء سيد الشيخ الطيب من روحه، أنداحت في كل مكان.
وأنتم أدرى وأعلم وأعرف بسيد الشيخ البشير والسيد الشيخ الطيب والسيد الشيخ الصديق، ومن بعدهم أبنائهم الشيخ السماني وأثره في هذه المنطقة ومكانته عندكم، وتوليه معكم مسؤوليات لسان وكبار. نحن حينما نقول ذلك وهو ينتمي إلى تلك الدوحة الطيبة دوحة السيد الشيخ أحمد طيب بن البشير، نقول هم يمثلون تماما ويمثلوا روحنا تماما ويمثلوا لحمنا تماما، وهم بينكم لا يحسبون إلا كل حال. لذلك نحن نعتقد أن هذه الرسالة رسالة مستمرة ورسالة لا تنتهي ورسالة في كل